السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص اللي حصل في مستشفى وسنا المركزي ما بين الطيار كابتن طيار حربي واللي حصل لزوجته في داخل المستشفى، واتهام انهم اعتدوا على طاقم تمريض المستشفى هناك. هنقول لحضراتكم ايه القصة بالظبط علشان نقف على حقيقة هذا الموضوع المؤسف. دلوقتي في كابتن طيار، زوجته كانت حامل وبقالها في مشاكل في الحمل بقالها سنتين، فحصل نزيف. المهم زوجته ديت راحت في الأول مع أخت زوجها لعيادة خاصة تكشف عند دكتور بره وكده. فالدكتور ده نصحها في العيادة الخاصة، نصحها انها لازم بسرعة تروح مستشفى علشان يعملوا لها اسعافات اولية علشان يوقفوا النزيف وينقذوا الجنين. فطبعا الاتنين جريوا، اللي هو زوجة الطيار واخته، على مستشفى وسنا المركزي اللي هي موجودة على طريق مصر اسكندرية الصحراء الزراعي، فعلشان يعملوا لهم اسعافات اولية وينقذوا زوجة الطيار من حالة النزيف وحالة الإجهاض. لكن للأسف الشديد وجدوا في المستشفى إهمال شديد جدا، ويعني عدم لا مبالاة في طاقم التمريض، وما عملوش إجراءات الإسعافات السريعة علشان يوقفوا النزيف ويمنعوا حالة الإجهاض. وطبعا أخت الطيار طلعت التليفون وصورت حالة الإهمال، عملت بث مباشر سريع علشان يتم إنقاذ زوجة شقيقها. لكن للأسف الشديد تم احتجازهم جه أمن المستشفى، وتم احتجاز الزوجة اللي عندها نزيف وأخت الطيار في المستشفى، ولم يعني يقوموا بواجبهم. وفي حصل حالة، فحصل إجهاد فعلا، إجهاض للطفل، ونزل الطفل وبقت مشكلة. طبعا الطيار ما كانش مع زوجته لأنه كان في شغله، فعمله بيجتهد علشان يحمي مصر ويحمي سما مصر. فاتصلوا بيه، فجي الطيار بسرعة على المستشفى، فحصل مشادات ما بين الطيار وطاقم التمريض هناك. لكن الادعاءات ان هو قام بالاعتداء على طاقم التمريض، وانه اصاب ممرضة وخلاها اجهضت هي كمان، واصاب 8 تانيين، كل الكلام ده لم يحدث بهذا الشكل. لكن هي حالة يعني اي حد في هذا الوضع لازم يتم عملية نرفزة وعملية ضيق، لكن مش بالصورة اللي هي بتتم ديت. وتم الإهانة، توجيه الإهانة للطيار المصري اللي هو بطل، قاعد في وحدته، مشغول في وحدته، حتى سايب بيته وسايب أهله علشان يشوف شغله ويشوف حماية مصر، ومفيش أي اهتمام بره. وفي المشكلة الحقيقية ان المؤسسات، كل مؤسسات الدولة مشغولة بالإخوان. هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة اللي لازم نحط ايدينا عليها، مشغولة بالإخوان. فبالتالي لما بيجي لك حد، بيروح لهم حد تبع الجيش، عندهم كراهية يعني ذاتية ما بينهم وبين الجيش، فبالتالي بيهملوهم، ما بيدلهمش أي رعاية ولا اهتمام. وطيار زي كده طيار حربي يعني بيبقى ليه مستشفيات من احدث المستشفيات تبع القوات الجويه، لكن عمليه الانشغال وعمليه سرعه الحدث خلتهم يروحوا لمستشفى وسنا المركزي، وعلشان يعملوا عمليه انقاذ سريع بناء على نصيحه الدكتور اللي هو في العياده الخاصه. يعني ما فيش وقت ان هو ينقلها، خصوصا ان هو مش موجود في البيت، واللي كان بيتحرك بزوجته اخته، فمش عارفين يتحركوا ولا ينقلوها لمستشفى القوات المسلحة اللي هي تبع القوات الجوية، لأن العملية سريعة وعايزين إنقاذ سريع. لكن ما لقوش الكلام ده. الضابط الطيار ده ليه كل الاحترام، ولأنه ضابط شجاع وليه كل الاحترام وكل الدعم. هو كل اللي عمله إن هو راح حرر بنفس اللفظ كده، حرر وزوجته المريضة اللي فقدت جنينها، واخته من اسر طاقم
الأمن بتاع مستشفى وسنة اللي لم يراعوا حالتهم النفسية والصحية، وأصروهم وحجزوهم هناك بتهمة إن هم صوروا وعملوا بث مباشر. فكل اللي عمله هذا الضابط الشجاع المحترم إن هو راح حرر أسرته من قبضة هؤلاء الغوغاء. ووزير الصحة طبعا راح زار المستشفى وعمل اجتماع بالدكاترة هناك وطاقم التمريض، وبيقول لهم ان انتوا هتاخدوا حقكم وكده، ويعني في العملية في تحقيقات، وما شافش حتى يعني حالة الإهمال اللي حصلت والضغط النفسي اللي حصل على الطيار وعلى زوجته وعلى أخت زوجته، وعملية الاحتجازهم وعملية الإهانة ليهم. بعد ما كنا بنقول تسلم الأيادي ونحفظ وبنحب الجيش وقت الأزمة، بعد ما الأزمة بتفك نرجع تاني نهينهم ونستقل بيهم وما نهتمش بيهم. فنصيحة مني إن ضابط الطيار ده لا يتم توجيه له أي إساءة أو إهانة أو يمس بأي جزا، لأن راجل بيشوف شغله وكان في شغله وسايب بيته، لكن أسرته لقت إهمال بره وتم إجهاض زوجته اللي كانت بتنتظر هذا الطفل من 2 في معاناة مع الحمل. فلازم نراعي مشاعره ونراعي ظروفه، مش نيجي عليه ونضغط عليه ونهينه ونهين القوات المسلحة بسبب إهمال هذه المستشفى وعدم المبالاة وعدم الشعور بحالة المرضى وحالة أهل المريض، بحجة ان بيتم الاعتداء عليهم في مكان عملهم. ما انت اصلا اللي مهمل في مكان عملك وتسببت في مشاكل وتسببت في كوارث لهذا الطيار. دي نصيحة مني، وهذا الطيار الضابط الطيار ليه كل الكرامة وكل الاحترام هو وأسرته. والسلام عليكم ورحمة الله.